اعتقد يا ابو بدر انه احتراف سعود عبد الحميد جانب مضيء من المشروع السعودي، وفعلا اختاروا خير، انا اعتبره سفير للرياضه السعوديه. وسعود عبد الحميد انا مؤمن في امكانياته، مؤمن في امكانياته الفنيه وفكره الاحترافي، وقادر انه يكون خير سفير لرياضة الوطن. وأنا أشوف أنه اللي يتكلم عن أنه نادي روما ترتيب الخامس عشر في الدوري الإيطالي، بالعكس أنا أعتقد أنه المشروع اختار نادي روما اختيار، يعني أنا أعتبره اختيار موفق، بعيدا عن ضغوطات المنافسة على البطولات. بالعكس إذا سعود عبد الحميد شارك مع روما بإذن الله زي ما هو متوقع إن شاء الله، أنه بالعكس أنه هيكون خارج الضغوط ويلعب بأريحية، وإن شاء الله بإذن الله يكون هو مفتاح احتراف بقية اللاعبين. ولا ننسى أبو بدر أنه ترى اللعب في الدوري الإيطالي أو في الأندية الدوريات الكبرى لها اشتراطات معينة. ترى يعني دول أوروبية لا تستطيع اللعب في الدوريات الكبرى، يعني لاعبين من مثلا من صربيا او الدول اللي خارج الاتحاد الاوروبي تعامل معامله الاجنبي بالنسبه للدوريات الاوروبيه، ترى تعاني في اللعب في البطولات الكبرى. ليش؟ لانه يحسب كلاعب اجنبي. فانه مساله انه نادي مثل روما يعني يستغني عن خانه مهمه بالنسبه له ويجيب لاعب اجنبي من الدوري السعودي، ترى هذه اضافه كبيره. قادر انه نادي روما انه يستقطب اي لاعب اوروبي ويحسب كلاعب محلي في الدوري الايطالي. لكنه سعود عبد الحميد ان شاء الله باذن الله، يعني السعوديين كلهم حيكونون داعمين لنادي روما، وان شاء الله باذن الله بقيه اللاعبين السعوديين ونشاهدهم في الدوريات الكبرى باذن الله. طيب اللاعب راح لفريق متهالك، ليته يطلع من ثوب المشجع العادي. بكيت فقالها تبتسم، ضحكت فقالها تحتشم، سكت فقالوا قليل اللسان، بطشت فقالوا بدل ما كتم. يعني ما راح تخلص. احنا نتحدث عن مشروع وطني، عن لاعب مميز رايح لتجربه عظيمه، يجب ان كلنا نتحدث بكل ايجابيه وندعم هذه التجربه. انا النقطه المهمه ان ما نضع المعيار على سعود هل حقق بطوله او لا يحقق بطوله، المعيار ارقامه، مستوياته، ماذا قدم في الدوري الايطالي، الجرأه اللي بتكون في ارضيه الملعب، اختراقاته تكون مثل ما يخترقنا في الدوري السعودي. نعم. بعيدا عن هذه الاقاويل، لكن نحط المعيار انه يحقق بطوله. طيب لاعبين كبار مروا على روما في اخر 20 سنه وما حققوا الا 4 بطولات بس. في مشاهد يقول والله انا شايف ان سعود سيحقق نجاح لنفسه وللمملكه بعد نجاح الدوري السعودي، وسيكون مشروع للاعبيه المحليين. ايش رايك يا عماد؟ باذن الله عز وجل. نعم، اولا اتفق مع الزميل هاني الداوود لما قال لك اختيار صحيح. نادي روما اخر 3 سنوات هو في المركز السادس، وفي رضا اعلامي وجماهيري في روما على هذا المركز، فبالتالي هذا يعطي سعود اريحيه اكبر، يبعد عن الضغوطات. تاكد اللاعب الاوروبي لما يجينا يتعب. ولي هامسون في الهلال تعب حتى يجاري الرتم الموجود. سعود راح يتعب، لا يستعجل على المشاركه، وباذن الله سيقدم مستويات عظيمه في السنوات القادمه. مشاهد يقول السنه اللي فاتت روما مركز السادس، رد على المتابع. طيب هذا انا وضحنا طال عمرك. ومشاهد يقول ردا على المغرد اللي قبل شوي، اذا كان روما ترتيبه 15 في الدوري لا يمنع تعديل مركزه المصاف الاولى، والدليل الاهلي كان هابط العام الماضي، شوف ايش كان ترتيبه، وفي النهايه الله يوفق السعود وكلنا معه، وشيء مفرح للامانه. ما ادري ايش اللاعب دخل الاهلي في الموضوع، بس ما ادري شلون. المهم مشاهد يبدو انه مغربي يقول روما، ومن روما ريال مدريد يا عماد. باذن الله هو يقصد محمد صلاح. محمد صلاح ما شاء الله بدا في روما، هو بدا في بازل السويسري. صحيح. محمد صلاح، ومن ثم انتقل الى روما بنفس عمر سعود بالمناسبه 25 سنه، وبعدين انتقل الى ليفربول وقدم كل هذه الارقام في اوروبا. سعود عبد الحميد باذن الله عز وجل متى ما نجح، وبدايه الان افضل من بدايه محمد صلاح كبدايه في اوروبا، فنتمنى له التوفيق في السنوات القادمه. عميد المالكي يقول سامي الحريري كان زعلان على خروج سعود، ويوم وقع الهلال مع كانسيلو تغير وصار يدعم سعود. ايش اسوي يا عبيد؟ ايش اسوي لك يا عبيد؟ يعني تحدثنا عن مشروع وطني، انا نتحدث عن سعود بانه مشروع وطني بعيدا عن الميول وعن هالاقاويل، لكن الله يعينكم عاد الهلال هذا مشغلكم في موضوع كانسيلو، ايش نسوي عاد؟ طيب في سالم يطرح سؤال مهم استاذ ناصر الهويدي، يقول سالم لماذا صفقات الهلال تتم بوقت سريع والاهلي له اسبوعين مو قادر يوقع مع مهاجم؟ هل المشكله في المفاوض من قبل النادي الاهلي أو هناك أشياء نجهلها يا أبو بدر؟ هو يقصدك أنت يا أبو بدر. طبعا مباريات روما، المباريات القادمة لفريق روما هذه طبعا أمامنا، تظهر المباريات القادمة لفريق روما. راح يلعب يوم الأحد أول مباراة 1 سبتمبر جوفنتوس مع روما في الجولة الثالثة، بعدين جنوا
يوم الأحد 15 سبتمبر مع روما في الجولة الرابعة، هذه في الدوري الإيطالي طبعا. ويوم الأحد 22 سبتمبر روما مع أدونيزي في الجولة الخامسة. عاد متى بيلعب هذا موضوع آخر، لكن هذه أقرب مباريات متوفرة. إنجازات فريق روما عنده 15 بطولة. تأسس عام 1927، بطل الدوري الإيطالي 3 مرات، يعني عام 1942 1983 2011. بطل كأس إيطاليا 9 مرات آخرها 2008. بطل السوبر الإيطالي مرتين 2001 2007. ودوري المؤتمر الأوروبي مرة في عام 2022. 15 بطولة عند فريق روما. التعاقدات اللي سواها طبعا فريق روما في هالصيف، تعاقد مع عدة لاعبين، منهم الأسباني سانغاري من ليفانتي الاسباني، والفرنسي انزو لي لاعب الوسط من رين الفرنسي، والاسترالي ماثيو رايان حارس من الكامار الهولندي، والسويدي داهل ظهير ايسر من يورغو ريدينس السويدي، والارجنتيني ماتياس سولي لاعب الوسط من جوفنتوس الايطالي من اليوفي، والاوكراني ارتيم مهاجم من جيرونا الاسباني. رجع الدوري ورجعت البرامج الرياضية واهتمام المواقع الرياضية بأخبار الدوري السعودي وأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد. بنشوف تعليقات من نوعية إن لسه في ناس بتقدم، أو أنتوا يعني متخيلين إن حد عنده وقت إن هو يتفرج على الحاجات دي. لكن في المقابل لو بصينا على المشاهدات هنلاقي إن في مشاهدات موجودة، في أحاديث موجودة. فطبعا الكرة متعتها في الملعب، لكن في جزء قوي بيخلي الناس تتابع أقوى هي الحالات الجدلية والمثيرة في المباراة. فمثلا لو مباراة النصر والرائد بالأمس ما حصلتش فيها مثلا بعض الأخطاء، أو من وجهة نظر جماهير النصر إن هي حالات تحكيمية جدلية، فمش هتلاقي ناس بتتكلم أو مش هتلاقي ناس مهتمية. لو بسيرش بسيط جدا دخلت شفت ايه الفيديوهات اللي عملت مشاهدات بالأمس، هتلاقي الحالات التحكيمية. الحالات التحكيمية كمان مش محلل واحد، لا أكتر من محلل، حوالي 5 محللين تحكيميين في مثلا أكشن مع وليد محمد فودة وسمير عثمان. هنلاقي في ملعب أو دورينا غير عبد الله القحطاني. هنلاقي في المرمى العربية خبير تحكيمي. هنلاقي في صدى الملاعب خبير تحكيمي. في SSC خبير تحكيمي. فالناس بتتفرج على يعني اللقطات الجدلية ومهتمة بيها. فمن السهولة نقول ان الحاجات دي مش مهمة، لكن هي دي المتعة وهي دي اللي بتهتم او بتثير فضول المشاهدين ان هم يتفرجوا على الحالات التحكيمية، على اللقطات المثيرة في المباراة. شفنا مثلا كريستيانو لما المدافع دفع في المرمى، لو برضه بسيرش بسيط جدا على المباراة هتلاقي ان اللقطة دي ممكن جايبة اكتر من ملخص المباراة او اكتر من الاهداف. هنلاقي مثلا تصريح سامي النجعي بعد المباراة، ناس مهتمية بيه وبتشاهده ومحقق مشاهدات عالية جدا وتفاعل بالنسبة للمشاهدين. فلو عايز تقيس او فعلا هي الناس مهتمية، لا الناس مهتمية بالحاجات اللي جنب الكورة. لو زي في قاعدة في الاعلام ان مثلا كلب عض انسان فالناس مش هتهتم لانه طبيعي، لكن لما انسان يعض كلب هتلاقي كل الفوكس عليه وكل الناس بتشوف رد الفعل المثير. الرياضة حاجة تنافسية وحاجة فيها حماس، فبينتج منها ان لقطات جدلية، تدخلات عنيفة، لاعب يقوم بتصرف غريب. غضب كريستيانو هنلاقيه مثلا في مباراة الهلال فعلا والله، وخش وشوفوا يعني اكتب غضب كريستيانو ويسرش على لقاء السوبر هتلاقيه جايب اكتر من ملخص السوبر، سواء فيديوهات شورتس او فيديوهات كامله. فخلونا نقول ان لا البرامج الرياضيه ليها اهميه. في سيطره دلوقتي عن زمان، كنا بنشوف شويه في جزء يعني اعلام المصاطب، لكن لحد دلوقتي هو قل طبعا، لكن لحد دلوقتي بقينا نشوف اهتمام كتير جدا. واللي ما لهمش مكان في القنوات بقى يعملوا بودكاست او حاجه خاصه بيهم. هنشوف ان يعني ضيوف الديوانيه دلوقتي بقى منتشرين في الاذاعات، وان هم بيعملوا بودكاست. الناس بتهتم بفيديوهات صعود الصرامي، مش اهتمام بقدر ان الراجل ده بيقول ايه، الراجل ده بيقول حاجه مثيره للجدل فالناس بتتفاعل. محمد العنزي بعد خروجه من اكشن مع وليد الناس بتهتم ببودكاست اللي بيعمله على مباراه النصر. برضو
محمد البكيري. هتلاقي الناس بتسلط ضوءها على ردات الفعل. لو شفنا برضه ردات الفعل بعد اي مباراة هتلاقيها محققة مشاهدات قوية، تدخلات الناس وحديثهم. ف لا، ما في ناس او حد عنده وقت ان هو يتفرج كده، لا الجمهور مشاهد والمحب لفريقه بيشاهد الحاجات دي بتركيز جامد جدا. قولوا لنا رايكم في التعليقات، هستناه ومهتم جدا ان انا اشوف رايكم.